توقعاتي في الدوري الانجليزي للجوله الثالثه، وهنبدا مباراه تشيلسي ولوتون تاون. المباراه ديت المفروض سهله لنادي تشيلسي عشان المباراه ديت على ملعب الستانفورد بريدج. فهل ممكن يحصل مفاجاه؟ وارد، كل شيء وارد في الدوري الانجليزي ان يحصل مفاجاه، طبيعي. بس لو حصل مفاجاه هتبقى مفاجأة كبيرة قوي، وخصوصا ان خصم تشيلسي النهارده هو لوتون تاون. فانا هروح بقلب جامد وهحسم المباراة لنادي تشيلسي اللي هيكسب بنتيجة 3-0. هنروح يوم السبت، واول مباراة في يوم السبت اللي ما بين نادي بورنموث ونادي توتنهام. مباراة هتكون على ملعب نادي بورنموث. مباراة بالنسبة لنادي توتنهام المفروض تبقى سهلة، وخصوصا ان نادي توتنهام قدر يكسب نادي مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0. فالامور المفروض تبقى سهلة لنادي توتنهام. بس ماديسون في كلام ان هو ممكن ما يلعبش، بس ماديسون لو لعب فاقدر اضمن لك المباراه لصالح نادي توتنهام. نادي بورنموث بيلعب على الهجمات المرتده، ونادي توتنهام عنده في نص الملعب بوسوما وبابي صار، الاثنين دول زي الجبل في نص الملعب، فصعب تعرف تعديهم. هتكون المباراه صعبه يعني على نادي بورنموث، وكذلك على نادي توتنهام مش هتكون مباراه سهله خالص. بس نادي توتنهام هيقدر ياخد الفوز بنتيجه 1-0. وهنروح لمباراة نادي فولهام ونادي أرسنال. المباراة على ملعب الإمارات ستاديوم. نادي أرسنال المفروض داخل المباراة بالنسبة له سهلة. المفروض إن هو ما يضيعش نقط قدام الفرق اللي هي منتصف الجدول ديت علشان يعرف يكمل لو عاوز ينافس على الدوري. بس من توقعاتي المباراة هتخلص بنتيجة 2-0 لصالح نادي أرسنال، وهيكون فوز طبيعي عادي. زي ما قدر نادي أرسنال إن هو يكسب نوتنجهام فورست هيقدر يكسب فولهام عادي. وهنروح لمباراة برينتفورد ضد كريستال بالاس. المباراة دي أنا شايفها متوازنة بطريقة فظيعة، لأن الفرقتين تحس إن هم في فورمة حالية، والفرقتين بيلعبوا بنفس الطريقة. ف صعب أوي المباراة ديت. الفرقتين حلوين، بس المباراه هتكون على ملعب برينتفورد، فانا احسن من المباراه ديت لصالح نادي برينتفورد. مش هيكسبوا فرق كبير، ممكن بنتيجه 1-0 او 2-0، علشان نادي برينتفورد عنده مهاجمين بيعرفوا يخلصوا الفرص، عكس نادي كريستال بالاس اللي جاله فرص كتير قدام نادي ارسنال وما عرفش يخلصها. هنروح لمباراه ايفرتون وولفرهامبتون. الفريقين يعني في الضمك خالص، خدوا على وشهم في اول ماتشين في الدوري. دوت خسر ودوت خسر، الاثنين عاوزين يعوضوا الخسارتين اللي كانت في اول الموسم. بس نادي ايفرتون بيلعب على ملعبه قدام جمهور، فدوت ممكن يكون عامل الحسم شويه. ونادي ولفرهامبتون بيلعب بطريقه جميله. فانا من وجهه نظري ان المباراه دي تخلص تعادل، سواء تعادل ايجابي او تعادل سلبي، لان انا شايف الفرقتين متساويين في كل حاجه. بل ويكاد من وجهه نظري ان نادي ولفرهامبتون بيلعب الى الان اجمل من نادي ايفرتون اللي دفاعه فيه مشاكل كبيره قوي. هنروح لمباراه مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست. المباراه اللي على ملعب مانشستر يونايتد في الاولد ترافورد. مباراه المفروض على ورق سهله لنادي مانشستر يونايتد، بس نادي نوتنجهام فورست نادي بيلعب على الهجمه المرتده بطريقه جميله. شفنا الكلام دوت قدام نادي ارسنال في اخر 20 دقيقه، بس مع دفاع نادي مانشستر يونايتد الضعيف الى الان اللي ما قدمش اي حاجه، وكذلك نص الملعب اللي مفيش فيه توازن، فنادي مانشستر يونايتد هيبقى عليه خطوره، عليه خطوره كبيره. بس مع كلام اصابه موسن ماونت انا شايف ان نص الملعب هيتظبط. يعني شوف كده اللاعب لما يتصاب فتحس ان هو براحه كده، لان موسم ماونت يعني تحس ان هو جاي ما اضافش اي حاجه خالص، ما عملش اي جديد. تحس ان هو ضعف اصلا من منظومه نص الملعب. فانا شايف ان لو لعب كريستيان اريكسن وكاسيميرو وبرونو فرنانديز اجمل وافيد للفريق. وبالنسبه للدفاع فلوك شو اتصاب برضك، فهيلعب بمالاسيا وهيأدي الدور دوت بطريقه جميله. فالمباراه دي هتكون على الهادي كده، مش هتكون سهله لنادي مانشستر يونايتد خالص، وممكن كمان يستقبل اهداف. بس اتوقع ان المباراه دي هتخلص بفوز نادي مانشستر يونايتد، يعني سواء بنتيجه 2-0 2-1 في الحدود دي. وهنروح لمباراه برايتون ونادي ويست هام يونايتد. المباراه دي هتكون جميله قوي، لان المباراه دي فاكم تحس ان الفريقين كده متوازنين قبال بعض، مع اني شايف ان برايتون يعني هيبقى كعبه عالي شويه على ويست هام يونايتد، لان برايتون بيلعب على ملعبه، والكرة اللي بيقدمها عامة كرة جميلة أوي، تحس إن اللعيبة عندها ثقة كده كبيرة، وكأن برايتون دوت فريق من التوب فور، فبيلعب بثقة عالية أوي. فأنا شايف إن نادي برايتون هيقدر يحسم الفوز، بس الفوز هيكون صعب أوي، ليه إما هيتعادل بصفر صفر أو هيحسم الفوز بواحد صفر في الحدود دي. المباراة مش هتكون سهلة خالص لصالح نادي برايتون. هنروح لمباريات يوم الأحد، وهنبدأ بمباراة بيرنلي وأستون فيلا. مباراة على ملعب نادي بيرنلي مع كومباني، الكرة الجميلة اللي بيلعبوها.
فاستون فيلا، يوناي ايمري، وبيرنلي كومباني، يعني في طريقه اللعب متشابهه شويه. بس انا شايف ان استون فيلا هيكسب، بس مش هيكسب باريحيه، لا بس هو هيكسب لان فرق الخبره هيأثر جامد، فهيكسب بنتيجة 2-0. وهنروح لمباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي. المباراة ديت انا يعني اكيد السيتي هيكسب، يعني انا شايف كده. مباراة على ملعب شيفيلد يونايتد. شيفيلد يونايتد يعني واخد على وشه من اللي رايح واللي جاي، اي حد يعرف يسجل فيه، وتقريبا ما كسبش ولا مباراة الى الان في الدوري الانجليزي. فانا اصلا يعني السيتي بقول هيكسب 3-0 ولا حاجه، اذا ما كان، اذا ما زودش عن كده. وهنروح للمباراه اللي عليها كل الكلام خالص، مباراه تعتبر اصعب مباراه في الاسبوع اللي ما بين نادي نيوكاسل ونادي ليفربول. المباراه على ملعب نادي نيوكاسل، اخر مباراه لعبها نادي نيوكاسل على الملعب دوت قدر ان هو يكسب بنتيجه 5-1 على نادي استون فيلا. بس تبقى غلطان لما فكر ان ليفربول هينزل هياخد خمسة ويطلع من نيوكاسل. لا خالص، ليفربول من وجهة نظري ان هو هيكسب المباراة ديت. هتقول لي هيكسب المباراة ديت، هقول لك ايوه. الفريق الوحيد اللي ادى نيوكاسل على وشه رايح جاي السنة اللي فاتت هو ليفربول، مع ان كان عنده في نص الملعب جوردن هندرسون وجيمس ميلنر ونابي كايتا، والاسامي اللي ما يعلم بقى الا ربنا ديت. فدي مش اسامي اصلا تلعب كوره الصراحه. فما بالك بقى ان في ابجريد حصل السنه دي وجبنا سوبوسلاي وماكاليستر، فالاثنين دول اكيد هيأثروا مش للسلب يعني كفايه اساميهم لوحدهم. فانا شايف ان ليفربول هيكسب، بس مش هيكسب بنتيجه كبيره، هيكسب 2-0، 2-1، في الحدود ديت 1-0. ولو تعادلوا فالتعادل هيكون 3-3. بس انا شايف ان ليفر هيكسب توقع وبس كده. سلام.